أنا ناجي فاروق محمد حاج عثمان. ولدت بقرية كرم البلد بالولاية الشمالية. وتعلمت المرحلة الأولى بكرم البلد، والمرحلة الثانوية بمدرسة البرقيق الثانوية، وكذلك الجامعة جامعة مدرمان الإسلامية. أيتوتوني دالي بحرتوني دالي عصفورة فنتي الويقنا دوغيش جراغونا يا إلهي اليومي سمرقات النينجا سمارقات. ارتباطنا كان وثيق جدا بالنخيل وبالزراعة وبالجنينة. برضو ارتباط وثيق جدا يعني منذ الطفولة بالبحر، باعتبار انه طوالي بعد جنايننا البحر يعني. مجرد ما نخلص الحصص الدراسية في الأساس كنا بنجري عشان نجي البحر. الفيضان، وقت الفيضان كان بيشكل لنا برضو نقطة فرح كبيرة جدا. يعني احنا كنا بنحتفي واحنا صغار بالفيضان احتفاء كبير جدا، لأنه الفيضان كان بيجيب لنا المويه فوق في الجناين. اتذكر تمام كنا مجموعه من الاخوه الاصدقاء الاعزاء، وانا بحييهم تحيه كبيره جدا: مالك محمد علي الان بالمملكه العربيه السعوديه، وكذلك السماء وآل وعصام عبد المنعم هم كلهم بالمملكه العربيه السعوديه. وده يعني بالاضافه للجيل اللي هم قدامنا، وحتى من الجيل برضو مجموعه من الجيل اللي ورانا. يعني الحته دي انا بتذكر تماما كيف تعلمنا العوم، بالرغم انه الحته دي غريقه جدا في البحر. اتعلمنا في العوم، كنا بنعمل سباق داخل البحر يعني. وكنا حتى بنتحدى بعض انه نحن كيف نقطع نمشي الضفه الغربيه. يعني اكثرنا عوامه كان هو حبيبنا وصديقنا مالك محمد علي. ارتباطي وثيق جدا بالجنينه او المزرعه. كل ما اجي البلد لازم اجي، باعتبار انه المكان ده يعني شهد او كان له تاثير كبير جدا في تكوين شخصيتي انا يعني منذ الطفوله. يعني انا زول حشيت القش، ويعني ركبت حمار، وكان كان عندنا قطيع من ال يعني كنا بنربي الأغنام داخل البيت. وأنا كنت مسؤول من إنه أحوش قش صباح ومساء يعني. في الحتة دي كنت يعني بشيل من جليانة أحواض البرسيم وكذا. كنت بحش اليوم قش. أتذكر إنه يعني كان عندنا حمار كده، والحمار كان شقي شديد يعني. المكان ده المزرعة دي يعني لها الكثير جدا من الأدوار اللي كانت في المستقبل هي شكلت كثير جدا من شخصيتي أنا، من بنايتي أنا. عشان كده أنا ارتباطي وثيق جدا بل يعني أنا ركبت يعني معظم النخيل ديل هسه جدال، لكن النخيل القدام ديل كنت بتسلق النخل. عشان كده انا الان متعود جدا انه كيف اتسلق النخل. يعني كانت والله مرحلة مهمة جدا. الان صحيح الواحد في الفترة الاخيرة دي بعد، لكن يعني مهما جينا راجعين الواحد بيلقى روحه في المكان دي. طبعا ده شارع بيتنا، وشارع ال يعني كل ما تقدم الإنسان في عمره الشارع ده بيظل واحد من النبض المهم جدا. يعني باعتبار إنه الشارع ده كل يعني تكويناتنا وارتباطات الذكريات الأولى هي مرتبطة
بشارع بيتنا. يعني طوال بعد الشارع ده في الميدان، وبرضه الميدان يعني الكورة ولعب الكورة الصباح والمساء. أفتكر إنه أنا أدين بالفضل الكثير لهذا الشارع. في الشارع دي بنلقى الجيران، وبنلقى أطفال الجيران، وبنلقى يعني الناس اللي نحن تربينا معهم. تمام. كيف امورك؟ الحمد لله والله. الله كيف يسلمك. كيف صحتك؟ تمام والله الحمد لله كيف والله. يا الله يسلمك. ان شاء الله الله وياك؟ يبارك. الحمد لله والله. كيف امورك؟ الله يسلمك. الاولاد كيف؟ كويس والله. ان شاء الله بخير يا اخي. انا عاطف هم ديل جيراننا او نبضنا او الناس اللي نحن يعني منذ الطفولة وحتى الآن بشكلوا برضو ملامح مهمة جدا في شخصياتنا، باعتبار انه لقيناهم هم ابهاتنا واخواننا واكثر من كده. احنا تربينا، يعني يمكن انا داخل هذا البيت تربيت وعندي يعني ذكريات طفولة كثيرة جدا راسخة جواي أنا. عمنا فتحي الله يديه الصحة والعافية ويطول في عمره، وكذلك الأمة الفاضلة والرؤومة جدا. احنا بنقول انه يعني هم شكلوا لنا مزيج كبير جدا. فاطمة سليمان ربنا يديها الصحة والعافية ويطول في عمرها برضو. يعني عاطف وعبد الرحمن ومدثر الله يرحمه، محمد وهادية، عواطف، برضه هم عندهم رمزية كثيرة جدا. يعني وانا صغير طبعا كان بيدوني طرادة، يعني عاطف ده طوال كان بيديني طرادة يعني كهدية في اي صباحا ومساء، اي وقت قابلني كان بيديني الطرادة. يعني برضه ادين يعني لجيراننا بالفضل الكثير جدا في مسيرتنا ومهنيتنا الإعلامية، لأنه غرزوا فينا مبادئ كثيرة جدا، باعتبار إنه إحنا لما نتمرد في الطفولة وأيام الطفولة نتمرد على الأشياء الكثيرة، هم من كانوا الواعي لنا، هم من كانوا الجايدن بتاعنا، هم كانوا الغطاء بتاعنا. عاطف كتر خيرك، بارك الله فيك. الله يبارك. باللفوفة طبعا الحضارة الإنسانية الضاربة في الجذور، وبرضه هي شكلت منذ طفولتنا ملامح كثيرة جدا، باعتبار انه الارض والانسان والتاريخ الكبير يعني. واحنا يعني من اطفال هذا المكان حملنا مسؤولية كبيرة جدا، وكبرنا وعرفنا أهمية حضارة كرما وأهمية الضفوف وأهمية هذه المباني. صراحة في مسيرتي الإعلامية يعني المسألة دي نفعتني جدا، وكانت يعني لها دافع كبير جدا في أنا أتعرف وأغوص على تاريخ هذه الحضارة الإنسانية الكبيرة الضاربة في القدم في الجذور. حتى اللوحة دي مسألة اقرأ فكر تعرف قدرك، طالب العلم توضع له الملائكة أجنحتها رضيا بما يفعل، وطالب العلم تستغفر له الملائكة في السماء والحيتان في البحر، والعلم يرفع بيتا لا عماد له، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني دي كانت أولى المنافذ والمداخل، باعتبار إنه كان حتى اللوحة دي كانت مدقوقة في نص حوش المدرسة اللي أنا قريت فيها من الصف الأول وحتى الصف الثامن. وحتى بتذكر إنه أنا في يعني الصف الأول كنت قاعد وين، وتاني كنت قاعد وين. كثير من التفاصيل في النشأة الأولى، وكثير من الأصدقاء والزملاء والمعارف والأحباب اللي كانوا معانا في الصفوف الأولى للمدرسة، وبرضو قدرنا ننهل منهم وناخذ منهم ذكريات كثيرة جدا ومواقف كثيرة جدا. يعني دي واحدة من الصفوف أو من يعني الحتات برضو شكلت فينا أنا كثير من المداخل اللي بتذكرها دائما، يعني في أيام دراستنا في مدرسة الصديق. يعني أتذكر الفصل ده كان الصف الخامس في وقتنا.
و أستاذ محمد حسن سيد أحمد هو الوقت ده كان مدير المدرسة، وبعدين كان في صولجان يعني يحكم المدرسة من خلال الأساتذة ومن خلال المعلمين اللي كانوا في الوقت ده يعني. وكثير من الأصدقاء والمعارف سواء من على يعني امتداد ربوع المنطقة هم اللي كانوا يعني. أنا أتذكر تماما أخونا بهاء الدين يسري، اتذكر جد اسماعيل، اتذكر تماما رضوان محمود شاطر، اتذكر مصطفى عباس، اتذكر مالك محمد علي السماوال، عصام برضو يعني. كلها المزيج ده كله او الارتباط والانضباط اللي كان في المدرسه الوقت ذاك، وكيف انه يعني سطوه المعلمين في الوقت ذاك هي شكلت في داخلنا نوابع كثيره جدا قدرت برضه تاثر او تشكل في مسيرتنا المهنيه والاعلاميه. عشان كده انا ادين بالفضل الكثير جدا لمدرسه الصديق، ويعني بعتبرها واحده من النفاجات المهمه في مسيرتي الإعلامية. طبعا دي مدرسة الصديق الأساسية. فيما قبلنا كانت تسمى بمدرسة التعريف الشهيرة، وجا الفنان محمد عثمان وردة عمل حفلة خيرية في المنطقة دي. كان الحفلة هي دعم لهذه المدرسة، وكانت مدرسة التعريفة باعتبار انه دفعوا تعريفة وانشأوا هذه المدرسة. احنا طبعا في زمننا جينا لقينا مدرسة الصديق الأساسية، وانا بتذكر انه عمري 5 سنين امي ساقتني جات المدرسه. الوقت ذاك الوالد كان في الاغتراب، وجيت او عشان اكون مستمع في الصف الاول، ويعني لاقانا استاذ صالح محمد حسن. يعني انا بقول له يعني ربنا متعك بالصحه والعافيه، ولاقانا هنا في مدخل الباب. ف انا رفضت انه ادخل المدرسه، ورفضت انه امشي وقعد في المقعد الا امي تكون قاعده معايا. يعني يمكن دي واحده من المواقف الاولى اللي انا بتذكرها وانا صغير جدا يعني. جينا ولقينا طبعا الوقت ذاك يعني اساتذه اجلاء جدا يعني. انا بحييهم والله كلهم تحيه خاصه. الاستاذ محمد الحسن، الاستاذ محسن، الاستاذ يعني عبد الرحيم رجب، والاستاذ عثمان عبد الرحيم، الاستاذه ميمونه، والاستاذه سميره، وطيف من المعلمين اللي كانوا شكلوا كثير من الملامح وكونوا لنا، وكانوا حقيقة هم من الأسرة المتكاملة في مسيرتنا الوقت ده. خالتي أنا خالتي الكبيرة. أيوه، هي الخالة الكبيرة، وأنا قاعد أحبها شديد طبعا. وزولة ما شاء الله عليها فاهمة وراسية، زولة حكمة يعني في العيلة. وأنت بقى لما تلقى إنه الناس اللي حوالينك هم يعني واقفين معاك وداعمينك ومشجعينك في مسيرتك، أكيد بتمشي لقدام. خالتي سعاد هي واحدة برضو من الشجرات المهمة جدا في عائلتنا يعني. ربنا يديها الصحة والعافية إن شاء الله. آمين. جناي يوفقك الله يا ناجي، يوفقكم الله كما يا جناي، لكن لازم تقعد تفطروا معنا تمشي. ده طبعا بيت جدنا الكبير محمد حاج عثمان عالم، وطبعا جدي من ناحية الأب. والبيت
يعني كان برضو واحدة من الرموز المهمة جدا في طفولتنا. يعني يمكن أنا عشت معظم طفولتي في هذا البيت الكبير والبيت العتيق. ومحمد حاج عثمان هو كان رمزه طبعا، كان عالم لأنه كان فقيه، وكان بيعمل على نشر القرآن الكريم، وكان له مركز كبير جدا في البلد، يعني باعتبار انه واحد من اعيان البلد. يعني احنا طلعنا جينا لقينا جدا عنده مسؤولية اجتماعية كبيرة جدا. جينا لقينا انه حوش جدا الكبير هو الحوش اللامي للناس، واذا في اي مشكلة في البلد كان الحوش دي هو اللي بيضم الناس. هنا ضنبلة إذاعة الولايات الشمالية. دي مباني الإذاعة القديمة. جيتها في 2006 وأنا لسه طالب في الجامعة. كان بعثت رسالة للأستاذ المرحوم عباس خضوصاتي، هو كان مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الوقت داك، وقلت له في الرسالة إنه أنا عندي رغبة أجي أشتغل في إذاعة ضنقلة، وأتمنى إنه تتاح لي الفرصة. فقام رد علي، كنت كاتب رقم الجوال في الرسالة، رد علي مباشرة إنه إذاعة ضنقلة ترحب بك وتعال مباشرة. وأنا لسه في العام 2006 لسه في الجامعة. جيت حقيقة وأخضعت لفترة تدريبية. بتذكر يعني لقيت كانت معي الزميلة هبة عبد الحفيظ. جينا في يوم واحد وبدينا الفترة التدريبية، وكان مسؤول مننا الأستاذ المرحوم عباس خضوصات، وده كان مكتبه. المكان ده هو شهد تاريخ ناجل، وأنا خلفيتي جاي طبعا من خلال شغل الروابط وشغل المسارح، والموهبة اللي بدأت يعني أكتشفها عندي أنا من خلال الروابط الجامعية. وحقيقة كانت عندنا برضو منصة يعني جريدة الدفوفة، اللي كانت هي بتصدر عن رابطة طلاب كرم البلد. كلها هي كانت منافس إنه قدرت من خلالها أعرف إنه يا أخي والله أنا عندي موهبة في المجال ده وممكن أمشي لقدام. إذاعة ضنقلة يعني هي كانت الطموح في ذاك الوقت، وجيت صراحة ولقيت كل الترحاب في المكان ده. أنا أتذكر في المكان ده كل التفاصيل بتذكرها، يعني ارجع بذاكرتي الى 2006 2007 2008. في شهر مايو 2012 جات فرصة ونحن الوقت ذاك في التلفزيون الأرضي بضنقلة بأنه الشروق محتاجة واحد من الكوادر عشان ما يمسك مكتب ويكون مراسل الشروق من الولاية الشمالية مكتب ضنقلة. كنا يعني 3 أشخاص رفعنا السي في وجينا الخرطوم. الوقت ذاك عملنا الانترفيو، تم قبولي مباشرة ودخلت في دورة تدريبية. أتذكر شهر 6 مباشرة، يعني كان مع الخبير الإعلامي محمد فال من قناة الجزيرة. والدورة أتذكر تماما كانت حول الكتابة للصورة. دي كانت هي الانطلاقة الأولى لي في الأخبار صراحة. وجيت والزملاء ساعدوني كثير جدا، ووقفوا معي وقفة كبيرة جدا لا أنسى إطلاقا. يعني وقفة الأستاذ بابكر الطاهر الصافي، أنا بحيي من هنا تحية خاصة جدا مدير الأخبار في الوقت ده. Whoever seeks the path towards knowledge, Allah will make the path for him towards paradise to become easy. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. في قناة الشروق برضو حبيت إنه يعني أثناء التطوير نزول يطور من روحه ومن مقدراته، مسألة بتاعت إصرار وعزيمة في إنه أنا لازم والله أمشي أعمل كورس بتاع لغة إنجليزية. فاخترت بعد تمحيص دولة زامبيا، ومشيت
قلت أنا حاخد يا 3 شهور يا 6 شهور في دولة زامبيا. فعلا الوقت ذاك بالرغم من يعني الإصرار الشديد قدمت استقالتي في قناة الشروق لأنه ما كان قدامي إلا أعمل كده. مشيت زامبيا. أتذكر كان معي زميلي العزيز مزمي سليمان حمد، بحييه برضه تحية خاصة. ولما مشينا يعني كنا مخططين طبعا إنه ناخد يا 3 شهور يا 4 يا 5 شهور، في الحكاية يعني بقت سنة وشهرين يعني. وأتذكر يعني في بداية لما مشينا ما كنا بنعرف يعني سوى الحاجات اللي أخذناها في المدرسة، يس نو سيت داون، الحاجات البسيطة دي يعني. فالواحد كان ماشي بدافعية كبيرة جدا. الحمد لله يعني يعني اخترت في إنه أقدم كلمة التخريج لما جينا في اليوم الختام بعد سنة وشهرين. حسيت بروحي إن أنا استفدت كثير من الكورسات اللي قضيتها هنا. حبيت لاحقا صناعة التقارير السوفت الفيتشرز يعني. حبيت الجانب دي واشتغلت يعني كثير جدا من التقارير في هذا المجال يعني. قصدنا بوجهتنا زيارة قرية ودة بشمال شرق منطقة أم ضوانبان، والتي تبعد عن الخرطوم حوالي 46 كيلومترا. هذه القرية تشهد حالات إنسانية نادرة منذ فترة ليست بالقصيرة. التقارير الاستقصائية حبيتها جدا برضو في أثناء يعني ما بنتج من أنواع مختلفة من التقارير. أتذكر واحدة من التقارير اللي استوقفتني جدا بمنطقة شرق النيل، منطقة أم ضوانبان، في قرية كده كلهم الأطفال يعني بولدوا بدون شعر كده. فدي واحدة من الأشياء اللي يعني استوقفتني كثير جدا. استقبلتنا القرية بالبشر والترحاب غير عابئة بحزنها المتجدد، فأطفالها فلذات أكبادها يولدون أصلع، لا تمييز ظاهريا بين الذكر والأنثى، يعانون من مشاكل جسدية وعقلية فشلت معها كل المحاولات العلاجية. فهذه حليمة، ظاهرة يصفها شيخ القرية بالمؤلمة جدا. فهذه الشخصيات يعني صرنا كأننا نعيش في كوكب المريخ أو كوكب عطارد أو أي كوكب من الكواكب. فمخلوقين كده تشبهوا بحاجة كده حيوانية، لا يعرفون التفاوض ولا يعرفون أي شيء. وهذه الظاهرة أخذت في الازدياد يوما بعد يوم، فالمواليد بذات المواصفات وكأنهم مصابون باختلال عقلي، ومع ذلك تجد الآباء يحتفون بهم احتفاء خاصا وسط مناشدات لتدخل السلطات العاجلة. في واحدة من الحالات المرضية التي تعد من أندر ما عجز الطب عن تفسيرها حتى الآن، تتوكأ هذه القرية على عصا الأنات، لكنها صابرة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، وفوق كل ذلك متيقنة بأن لله في خلقه شؤون. ناجي فاروق الشروق، قرية أبو شمال، منطقة العسيلات، شرق النيل، الخرطوم. برضو على جهة شندي يعني كان راج في بعض من الأيام عبر الوسائط إنه ناس ما بيعرفوا يقروا قرآن، ناس ما بيعرفوا يصلوا. فأنا قلت لازم أصل المناطق ديك وأشوف وأنقل بعيون الكاميرا. برضو كانت من التقارير يعني استوقفتني كثير جدا. ترى ما الحقيقة التي تنتظرنا في واحدة من القرى السودانية بمحلية شندي ولاية نهر النيل؟ وادي العروس، المنطقة التي راج عنها مؤخرا عبر الوسائط الاجتماعية وبعضا من الصحف أنها بعيدة عن تعاليم أمور الدين الإسلامي، وأهلها يجهلون أبسط أنواع المعرفة بالصلاة والصوم وخاتم الرسل. دخلنا وادي العروس، وفي أول فرقانها تعالت أصوات هؤلاء الصغار. ارتفعت عندنا وتيرة البحث والمعرفة أكثر، فدخلنا المنازل للجلوس مع الأسر.
تنوعت عندهم الشكوى، كما الحال في كثير من القرى السودانية النائية. إذن هذه هي منطقة البرقاء بوادي العروس، منطقة تعاني كثيرا في شظف الحياة اليومية، مياه الشرب، الصحة، وفي مقدمة كل ذلك التعليم. منطقة تحتاج كثيرا إلى تعليم كبار السن فيها. ناجي فاروق، الشروق، ولاية نهر النيل، محلية شندي، أم العروس. الإعلام ذاته متطور وماشي يعني مثلا بسرعة كبيرة جدا. مثلا صحافة الموبايل دي أنا حبيتها شديد جدا، وأشكر شكر كبير جدا من هنا العزيز دوري جمعة أكبر، هذا الأستاذ الجميل الرائع الصديق العزيز اللي يعني أنا يمكن على خطاه تعلمت صحافة الموبايل. تخطو مدينة وادي حلفا خطوات نحو الريادة والتقدم بفضل إنسانها ومجهودات من بعض الجهات العاملة فيها، فها هو القطار قد عاد مجددا بعد انقطاع دام لسنوات طوال بفضل مساعي هيئة الجمارك، والمحطة تسعى نحو التطوير والمواكبة. قدرت انه انا من خلال دودي اتعرف على صحافة الموبايل، ودي يعني شكلت لي اضافة كبيرة جدا. يعني يمكن انا اول مرة استخدم صحافة الموبايل كنا ماشيين على الابيض، يعني كنا ماشيين على الابيض وبعدين الوحل في الطريق الغربي لسه ما كان الطريق بقى مسفلت. ما لقيت يعني الوقت ذاك الا انه انا استخدم الهاتف السيار، فطلعت اصور في الزملاء المعاناة وكده. فدي كانت هي يمكن المسألة الأولى. بعد ذاك صحافة الموبايل بديت أنتج في صباح الشروق، بديت أنتج في الأخبار برضو تقارير. فصراحة صحافة الموبايل خطوة مهمة جدا في مسيرة الإعلامية المهنية. إنها حلفا، المدينة الوادعة التي تتخذ من الأمن وحفاوة الاستقبال وسادة لها لترحب بكل أبناء السودان في حبور وسرور وانشراح. هذه هي مدينة وادي حلفا التي تشرئب نموا واخضرارا في عمق حضارة تاريخها الممتد في الحياة الاجتماعية وكذلك الثقافية. كثيرة هي المؤسسات التي تقدم يد العون خدمة للمواطن في هذه المنطقة. ناجي فاروق لقناة الشروق، الولاية الشمالية من أقصى شمال السودان، وادي حلفا.